الانطلاقه والهجمه الاولى للنادي الاهلي وجدوا جدوا جدوا جدوا. البدايه فيها المغامره لكن ما فيهاش لعب تعاوني، مفيش فريق مسيطر، مفيش فريق مستحوذ. بيلعب انبي دلوقتي في نص ملعب وادي ملعوبه حلوه خطيره، مفيش تسلل، خطيره. يا حظك يا حظك يا حظك يا حظك يا حظك يا انبي. سعيد عبد العظيم مدرب احمال، وادي على طول لابو جبل، بياخد الكره من قدام ابو تريكه، بيلعب على طول مع لمسه ولعبه مع جده، بيعلقها هو داخل منطقه 18. يا سلام ابو تريكه حطها مره ثانيه، انما يا سلام يا سلام صاحب اللمسه السحريه يمر يعني ايه زي السمك كده ما تقدرش تمسكه. حسام غالي لما يفكر يمر، وادي لاحمد فتحي انما بيدور على مين يعمل العرضيه معديه. السلام يا عبد الظاهر، انما الفرصه والتسديده يا راجل يا راجل، وهي تسلل طبعا وبالخطه التي يريد ويستطيع ان ينفذ، وملعوبه وخطيره بتتحط على الارض يا راجل. بالقدم اليسرى هنشوف يلعبها فين والى خارج الملعب. نحن نفيق بعد الصدمه. هذه اللعبه الاماميه باتجاه فضل وجدوا جدوا 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 جدوا، انما من قدام فضل بيطلع ابو جبل، تعود مره اخرى باتجاه حسام. حكم تتقطع مره ثانيه. بقول لحضراتكم لعبه تعاوني، مباراه تعاونيه ما بين الاهلي وانبي، او انبي والاهلي باعتبار انبي صاحب الضيافه، وترجيعه ترجيعه خطيره خطيره خطيره، والنيران وتروح لدوفوني. دوفوني لازم محمد ناصف ده يقف، لان الراجل ده اللي عامل الغارات كلها. تروح الكره الناحيه الثانيه على طول رامي ربيعه، وادي جمعه 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 جمعه، وده اللي انا بقول عليه بقى. تنازل اماميه لرؤوف، التسرع للنادي الاهلي مش مظبوط، لازم يظبط نفسه دفاعيا ولازم يمرر الكوره بسرعه. لو النادي الاهلي مرر الكوره بسرعه، انما تصويبه وحشه قوي ضربه حره مباشره، وعبد الله تخبط في الحيطه، وتصويبه من وليد وضربه مرمى لإيه. 5 دقائق وقت بدل ضائع، الجماهير استريحت نفسيا لان 5 دقائق يختفى رؤوف من نجيب، وتصويبه وتصويبه وتصويبه